كل آي في الكتاب جواهر، بل كل حرف بالهداية زاخر. فأنر بآي ذكر قلبا مظلما، لو كان أعمى بالكتاب سيبصر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، في هذا اليوم 21 من رمضان المبارك نقف عند آية في كتاب الله عز وجل من الجزء 21 في سورة العنكبوت. يقول ربنا عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. يا إخوتنا الكرام، معجزات الأنبياء والمرسلين جميعا مضت وانقضت بمضي النبي عليه الصلاة والسلام، إلا معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم، فرسالته هي معجزته. نفس الرسالة الباقية إلى يوم القيامة هي معجزته. فالله تبارك وتعالى جعل مثلا لسيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام آية العصا، وجعل لسيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إحياء الموتى وغير ذلك من الآيات، ولجميع الأنبياء والمرسلين. الآية والمعجزة شيء والرسالة شيء آخر. بينما في ديننا الذي هو خاتمة الأديان، ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الرسل، وكتابنا الذي هو خاتم الكتب، هنا يختلف الأمر. ديننا مجسد في القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، المعجزة العظمى. في معجزات أخرى، ولكن المعجزة الكبرى لنبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو القرآن الكريم، ومعجزته التي هي القرآن هي الدين بذاته، فالرسالة هي المعجزة. وفي هذه الآية العظيمة التي هي القرآن في ضمنها معجزات شتى، معجزات كثيرة، من جملتها أن هذا القرآن العظيم الذي تحدى الله به الخلق أجمعين أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك، ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله إلى يوم القيامة. يقول ربنا تبارك وتعالى متحديا الخلق كلهم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو كانوا كلهم متعاونين متآزرين متظاهرين يأتوا بمثل هذا القرآن لعجزوا عن ذلك، وبالفعل عجزوا. فقدم الله تبارك وتعالى لهم عرضا آخر في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات. التحدي ليس بالقرآن كله من أوله إلى آخره، فهذا عسير بل ممتنع. فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
من القرآن الكريم كله إلى 10 سور من مثله مفتريات فعجزوا عن ذلك. ثم تحداهم التحدي الأخير الذي ما يزال قائما إلى قيام الساعة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا القرآن المعجز الذي عجز البشر وما يزالوا عاجزين عن أن يأتوا بمثله، من جملة المعجزات المتضمنة فيه كون هذا النبي الكريم، هذا القرآن معجزا أولا ببيانه، بفصاحته، ببلاغته، بعظمة هذا البيان الذي لم يستطع العرب عن آخرهم بما أوتوا من الفصاحة والبلاغة والبيان والمنطق القوي، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصرخ في وجوههم بهذا التحدي كان صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. لذلك وصف الله تبارك وتعالى نبيه بالنبي الأمي. هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يأتي بكتاب عظيم يبقى خالدا إلى يوم القيامة ويتحدى البشر عن أن يأتوا بمثله. ولذلك قال في هذه الآية الكريمة: وإذا لارتاب المبطلون وما كنت تتلو من كتاب. يعني قبل هذه الرسالة، قبل أن تكون رسولا، كل العرب يعرفونك وقريش خاصة يعرفونك أنك لا تقرأ ولا تكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك، لا قراءة ولا كتابة. إذا لارتاب المبطلون، لو كنت تقرأ وتكتب لاتهموك بأنك كنت تتردد إلى المراكز العلمية وممكن أن يشهد لك بفصاحتك وعظمة بلاغتك، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الجميع لا يقرأ ولا يكتب. هذه عظمة القرآن الكريم. عظمة القرآن الكريم أن نبيا أميا نفتخر وتفتخر الأمة كلها بأن نبيها أمي. غير النبي صلى الله عليه وسلم الأمية عيب فيه. نحن كلنا، نحن البشر، يستحي الواحد منا أن يقول إنه أمي، وتعتبر تهمة أن يتهم أحدنا بأنه أمي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان أميا والحمد لله، لا يقرأ ولا يكتب، وجاء بهذا الكتاب الذي أعجز البشر إلى يوم القيامة. نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة هذا القرآن، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا لصيقين بهذا القرآن الكريم، نتلوه ونتلو آياته ونتدبر معانيه ونتأمل فيما فيه من العجائب والغرائب التي بثها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وخص بها من يتأملون في تلاوته ويتدبرون آياته. أسأل الله ذلك إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في كل آية في الكتاب جواهر، بل كل حرف بالهداية زاخر. فأنر بآي ذكر قلبا مظلما، لو